بعد تصدرها ترند المملكة العربية السعودية. من هي رهف القحطاني؟ تصدر اسم رهف القحطاني ترند جوجل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية. رهف القحطاني من مواليد 6 ديسمبر 1998، هي مؤثرة سعودية. اشتهرت رهف القحطاني بكلمة وذ نكهة عبر مقطع في سناب شات في سبتمبر 2021، ونالت رهف القحطاني بعدها شهرة في بلدها والوطن العربي. تزوجت رهف القحطاني في عمر صغير بعلاقة زواج دامت سنوات قليلة، وصرحت القحطاني أن زوجها هو من وفر لها شقة وسيارة بقيت بها بعد طلاقها. وأثارت رهف القحطاني ومروج الرحيلي جدلا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية مؤخرا بعد مقاطع فيديو وصفت بأنها جريئة التقطاها خلال رحلة سياحية إلى المالديف، إضافة إلى إطلاق عبارات اعتبرت مسيئة للمالديف. وانقسم الجمهور إلى قسمين بين مدافع ومهاجم للمدونتين السعوديتين. شاركت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص وثقت من خلاله تعرضها لحادث غرق كاد أن يؤدي في حياتها، وأثناء استمتاعها برحلة بحرية على متن أحد اليخوت في وسط البحر فاجأتها صديقتها ورمتها في البحر دون قصد، مما دفع الجميع للصراخ ومحاولة مساعدتها برمي طوق النجاة لها. وعلقت رهف القحطاني على موقع الفيديو متوجهة لأصدقائها وقالت: الفزع الله لا يحرمني منها. وحظي هذا الفيديو بتفاعل كبير من قبل المتابعون الذين اعتبروا أنه عبارة عن تمثيلية قصدية قصدت رهف من ورائها جذب الانتباه لها، حيث أنه لم يكن من المنطقي أن يصور أحد في هذا الوقت الحرج. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.